الصراع الامريكي يا جماعه بدأ ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. الحزب الجمهوري المرشح بتاعه دونالد ترامب، وهو الرئيس الاسبق للولايات المتحده الامريكيه. اما الحزب الديمقراطي فالمرشح بتاعه كامالا هاريس، وكامالا هاريس ديت كانت نائبه الرئيس جو بايدن اللي هو الرئيس الحالي اللي هي الولايه بتاعته انتهت. وجو بايدن ده حكايته حكايه يا جماعه، كان بينزل من الطياره يمشي في حته ثانيه خالص غير العربيه اللي واقفه له، يبقى واقف في مؤتمر يسكت مره واحده ما يتكلمش كأن نزل عليه سهم الله. يبقى واحد رئيس واقف على يمينه واتلفت هو على شماله علشان يسلم على واحد واقف في خياله اساسا. فكان رئيس كبير جدا في السن وما كانش قوي، وكان قراراته ما كانتش قويه، سبب في حروب كتير حصلت حوالين العالم. دلوقتي دونالد ترامب بيقول اللي هو هيجي يا جماعه، ولما هيجي هيوقف حرب اوكرانيا دي في يوم واحد، وهيوقف حرب لبنان. في حرب اوكرانيا دي في يوم واحد يا جماعه، بقى لها 3 سنين شغاله، بالظبط سنتين ونص حرب ما بين روسيا واوكرانيا، ان الروس مش مسيطرين على شرق اوكرانيا، الدونباس بينقسم للوهانسك ودونسك. عشان ما اطولش عليكم بس يا جماعه، انت كبتتفرج عليا عايز دونالد ترامب يجي عشان يوقف كل الحروب دي، ولا عايز كامالا هاريس هي اللي تكسب وتكمل اللي عمله جو بايدن؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.